سنة 2018 أسرة كاملة في مصر كانت بتسمع صوت خطوات في الشقة بالليل، والأغرب إنهم كانوا لوحدهم. النهاردة صديقي هحكي لك عن أسرة عادية جدا، مكونة من أب وأم وطفلين ساكنين في شقة إيجار قديم. أول أسبوع الأم سمعت صوت باب بيتفتح بالليل، افتكرته جوزها، لكن جوزها كان نايم جنبها. الأصوات بقت تتكرر كتير، حركة غريبة في المطبخ. الأب قرر يغير كالون الباب، يمكن يكون حد بيدخل الشقة من وراه، ولكن الأصوات مبطلتش. وفي ليلة الطفل صحي بيعيط وقال لأمه: الراجل اللي بينام فوق الدولاب قال لي ما تتكلمش كتير وروح نام. الأب قرر يتصل بالشرطة، ولما الشرطة جت فتشوا الشقة كلها، والمفاجأة لقيوا ممر قديم متكسر في الدولاب. الممر ده كان بيوصل لشقة مهجورة من سنين. الصدمة هنا يا صديقي إنهم لقيوا راجل عايش هناك بقاله أكتر من شهرين، بيدخل الشقة بالليل ويطلع قبل الفجر، بياكل من أكلهم وبيسمعهم وهما نايمين. الراجل اتقبض عليه والأسرة سابت الشقة فورا، لكن الأم لحد دلوقتي بتقول إنه أصعب حاجة إنه كان قريب جدا طول الوقت من أطفالها. خلي بالك يا صديقي، قبل ما تنام النهاردة ببص كويس فوق الدولاب،